الشيخ المداعس، الشيخ المداعس الذي دعس له الآدمي بعمر 17 مدري 18 سنة، كان مريض قالوا فيه مس، سرحوا له عند الشيخ هذا، دعس برقبته طفحه لما مات، بحقة انه بالدعس هذا بيخرج الجنين. الله لا بارك لك بركه، لا انت ولا المشايخ الذي من امثالك، المشايخ الذي بيسووا نفسهم انهم بيعالجوا الناس بطريقه التعذيب او الضرب او العنف او الدعس. العاقل هذا قدي، انت المريض، انت الذي اشتكي دعس واشتكي ضرب واشتكي ضبط واشتكي بين كلهن. اذا انت بتعالج الناس بهذه الطريقه فانت المريض انت. الشيخ الصدق، شيخ الصدق اذا رحتم عند شيخ يقرأ لك وانت هكا بعيد، يأشر له عندك ويقرأ وكل الاثر بتطلع هذيك الساعه، لا يزبطك ولا يمسك ولا اي شيء. اذكر انا مره جاء عندنا شيخ في البلاد وكان عندي صاحب فضولي، قال ما بدنا نتعالج عنده، نقرب ما دام يعني شيخ نسير، قلنا يلا يا بسم الله. سرنا بدبين اشهد له انه مسكني هانيه بالعروق هذا ان لكن تزبط ايد ورجل، ما عاد عرفت وينه. يو هذيك الساعة تتأكد 100% ان فيك مليون جنين بالحركة هذه. المهم انا اول ما يعني رجع لي عقلي لانه خلاص التمخت وكنت تزبط ايد ورجل، ما عاد حسيت بنفسي، مسك التحكم من هنا بعروق اسم عروق التحكم ما مدري ايش. المهم فانا هذيك الساعة قلت يو والله صدق والله قد بيجن. المهم جلست امرضني بالتفاكير، وطلع بالاخير ولا فيني شيء. صرت عند شيخ ثاني قال ولا فيك شيء، قرأ عليها من بعد ولا فيك اي شيء، الشيخ هذا كذاب. فأنت عندما تفعل نفسك إنه بتعنيفك بضربك إنك أقوى من كلام الله سبحانه وتعالى فأنت كذاب، فأنت مشرك. كلام الله سبحانه وتعالى بيحرق الجن، يحرق داخل يعني داخل الآدمي عندما واحد يقرأ عليه من بعيد بدون ما تلمسه بدون أي شيء. فهذا خطر على المجتمع، هذا الخطر علينا وعلى يعني كم من الناس. وهذا مش أول قصة ولا آخر قصة، كم من قصص قد سمعناها قد كانوا على الجني أرحم لهم من الشيخ، بدل ما يطلع الجني طلع حياتهم. حسبنا الله ونعم الوكيل.